على غرار مسابقات ملكات الجمال التي تتبارى فيها نساء العالم لإثبات سحرهن وأنوثتهن، أقيمت مسابقة دولية لأطول اللحى وشوارب وأغربها. نظمت النمسا البطولة العالمية للشوارب واللحى بمشاركة 300 متسابق من أصحاب أغرب الأشكال وأطوال الشعر واللحى. وتنقسم المسابقة إلى 6 فئات و3 أقسام شوارب: اللحى الجزئية واللحى الكاملة بحسب صحيفة ديل ميل البريطانية. يذكر أن المسابقة الدولية أقيمت للمرة الأولى عام 1991 في مكان مختلف حول العالم. وشهدت المسابقة تنافس الرجال في الظهور بأغرب اللحى وشوارب أو أطولها أو أكثرها كثافة. وتفنن الرجال في إبراز كثافة لحاهم وشواربهم وتصفيفها بطرق غريبة للغاية أو كلاسيكية ترجع لقرون ماضية.